السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا بينا النهاردة بقى نعمل فطاير الإنقاذ. لو عندك كوباية لبن رايب يبقى أفضل، لو ما عندكيش هنجيب كوباية لبن أضيف عليها معلقة خل واسيبها تتراوب 5 دقايق. أجيب 4 كوبايات دقيق وأحط عليهم ملح. طبعا هحط عندي كوباية اللبن عليها نص كوباية مية نص كوباية زيت بضاية وأقلبهم كويس جدا، وبعد كده أضيف ال4 كوبايات ونص دقيق تدريجيا على الخليط اللي أنا عملته ده، وأبدأ أقلب فيه لحد ما تشكل عندي عجينه طريه وبتلزق سنه، واسيبها ترتاح 10 دقايق. عايزه اقولك ان الفطيره طلع طعمها تحفه، وبتحشيها باي حاجه انت حباها. انا حشيتها لحمه مفرومه، تقدري بقى تحطيها للولاد في اللانش بوكس، تاخديها معاكي الشغل، فطار غدا عشاء. قسمت بقى زي ما انت شايفه عندي كده رغيفين فينو كبار، وقسمتها عملت من 8 ل 10 وحدات. ابدا ان انا اقفلها من الجناب كويس كده من قدام ومن ورا، وحشيتها لحمه مفرومه، وابدا ان انا ارصها. وطبعا حطيت عليها لبن وبيض لو انت حابه، وحطيتها بقى في الفرن. وطبعا بعد نص ساعه ضفت عليها شويه ميه عشان تطرى. بصوا الجمال والحلاوه.